مو كل ما قل عندك الناس يبتي سيرتي، والناس اللي تكتب لك مهي انا. لما انت تقولين قليلة ادب عني عيب عليك، لما تقولين الشرها على من رباها عيب عليك، لما تقولين في علاقة مو تمام بيني وبين ابوي ايش قصدك فيها سألي، وانا ابيك تروحين لان الفيديوهات وصلت حق محامية، فانا ابيك تروحين وتقولين، وبعد شوي اراويكم اياها، وبعد شوي راح تسمعون القذف. قلبتي على اخواني من ابوي وطلعتيهم شينين، مع العلم ان كانوا واقفين معاك، طلعتيهم الحين شينين. ليش؟ ترى على فكرة حتى لو كنا بيتين، اوكي، لو كنا بيتين الدم واحد، يعني انا ارضى عليك لان اخلاقك كذي، لكن ولدك ما ارضى عليه، حرام. انا يعتبر من البيت لانه يعتبر اهل. تعبتي نفسك باللي قاعده تسوينه، حاولي تحطين راسك على المخده وانت مرتاحه يا بنت الناس، عتق الناس. فيني خلايا سرطانيه تطنستي عليها، كيفك؟ قلتي الثعالب اللي فيني، الثعلبه اللي حايشتني واللي طايح شعري، كيفك؟ لا، وتدرين بعد الابديت، بسم الله عليك، شلون تدرين حواجبي بعد بتطيح ورموشي بسم الله عليك، انت بعيده عن مواضيع السحر، فشلون تدرين كل هذا بيصير بعد ذا؟ لما يعني ما ادري ايش بالضبط شنو هذا، غير كل هذا، غير كل هذا تقولين انا عني كومبارس فاتحه بيت، ولا دورت ريال اتزوجه، ولا في ريال يصرف علي، وقاعده حد امي، وتيين تقولين عانس. رديت بكامل هدوئي قلت يا بخت العانس اللي تحت ريل امها، تعيش حدر ريل امها وتعيش حدر ريل ابوها، وعمري ما شوهت سمعة ابوي ولا طلعت بصورة سيئة حق عن ابوي، ولا عمري عندي الحمد لله يا رب العالمين. قطيتي وايد، مع العلم شنو اللي غثك؟ انا لا شبهتك مثل ما شبهتيني بحيوانات، لا بالعكس، ترى سبيستون حلوة، ايش فيها؟ قناة شباب المستقبل، ليش زعلتي منها؟ شبهتك بآدمية، وبالعكس. ويوم ما على قولتك اصابعك لك، انا يوم تكلمت عن اظافر حاطتهم مو حاطه هني ظفر، فحاولي ترفعين وتصيرين ارقى وايد من اللي انت وصلتي له يا عزيزتي. حاولي تقرين وقربي من الله رب العالمين، دعوته لما تدعين له اقوى من السحر. وميرا ما ميرا وميمون انا ما جبتهم من عندي، انا قاعده تخيلي يا صديقه البشر، انا قاعده في بيتنا، قاعده عند فطومه بنت خالتي مريضه، فجاه يندزولي لحقي اشوف ابوي شكله مو اوكي، رفعت السماعه، اذا ما عليك امر حاول يا يبا تخلي ام يحيى بهالذرابه تشيل الصور، واذا عندها صور اذرب تحطهم. حصل اذا انت كنتي يمه بدبي قاعد تسمعيني، واذا ما كنتي يمه قولي لي عشان اطلع دلائل. قلت لك كان يقول لي ابوي ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. شوي دقيت على ابوي، صارت 5، قلت له ها يبا ما شالتهم يبا، ومنكم انتوا ويا الناس اللي داشين علي، انتوا اللي لحقاي شوفي شنو حاطين، طعشون شكله، صح ولا انا غلطانه؟ اتمنى من كل قلبي انكم تقولون الصج، تتصالحون مع نفسكم شوي. انتوا اللي منشنتوني وانتوا اللي كتبتوا كان الكومنتات، دشوا على الكومنتات بكل بالتواريخ هذه دشوا واقروا اللي قاعد تكتبونه، امانه امنتكم رب العالمين تدشون هني، دشوا بالتيك توك، دشوا في الانستغرام واقروا الكومنتات، تشيكوا على التاريخ.
انا ما جبت شيء من عندي ولا قاعده اراقبك، والله يشغلك بنفسك. انا انشغل باهلي، انشغل بناس احبها. تقولين يعني عيب عليك، قدرك ابوي وحطك وقاعد يتكلم التعبينه. ليش؟ ترى ابوي امس كان بالموجود في المستشفى. اخواني ليش شنيتي حرب؟ صحيح انه مو من بطن واحد، اخواني من ابوي عيال خالتي طيبه، لكن عمر الناس ما سمعت لنا حس، لا بيت طيبه الفرج ولا بيت امي رحمه الله عليها. توصل فيك المواصيل انك تقولين بفيديو دزوليا. انا كنت لاهيه بمسرحيه كينج كونج يا جماعه، كنت لاهيه. السالفه باختصار شديد، انا فجاه وصل لي فيديوهات وناس تتكلم، اشوف الفيديوهات ولا المسعده ماخذتني حيل المحتوى مو حلو. يعني انا علاقتي في ابوي في مره شفتوها اوفر، طلعتني انه كني انا اغار من ابوي وامي ليدشوا الغرفه. مو عيب عليك؟ شنو قصدك؟ شنو قصدك؟ انا شنو سويت لك؟ شنو هالواهي اللي فيك اللي توصلين حق هالمراحل؟ انا ما نطرت ابوي، انا في مشهد واحد طلعت فيه بروحي من غير ولا ممثل في محمد علي رود، صرت ترند 3 ايام. انا مو محتاجه ابوي علشان اطلع ترند. انا اللي ما ارضى على نفسي اكيد ابوي ما ابوي. عيب عليك، الهي في نفسك. والله العظيم انا مو ببالي انتي، في اشياء وايد اهم من مواضيعك.